السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على مدونة دروس، وفي نفس الإطار دورة الجافا سكريبت. اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على النوع الفاريابل، نعم النوع المتغير الذي نتعامل معه. فمثلا نكتب var، نعم عفوا، نكتب var، نكتب مثلا var واحد، نعطيه القيمة مثلا 20، نضع نقطة فاصلة. نكتب document من أجل الطباعة، نكتب document write، نعم نفتح قوس نغلق نضع نقطة فاصلة. بداخلها هنا نكتب الخاصية type of، يليها اسم الفاريابل var واحد. فالجافا سكريبت فهي لغة جد حساسة. فمثلا إذ قمنا بكتابة حرف V ماجيسكول بشكل كبير، فلن تعطينا النتيجة، تظهر لنا خطأ undefined. نعم نعمل ريفرش، نعم كما تلاحظون تظهر لنا أن هناك خطأ. يجب دوما الحرص في متغيرات. نعم نعمل سيف، والآن نعمل ريفرش فيعطينا النوع نمبر. نعم نقوم بالتغيير إلى، نعم نغير 20 مثلا، نكتب مثلا false، نعم من نوع بوليان، نعمل ريفرش، نعم يتغير لنا هنا، يعطينا نوع المتغير. نضع مثلا شينت كاركتر، نكتب مثلا دروس، نعم دروس ويب، نعمل سيف ونعمل ريفرش، نعم يظهر لنا string. شكرا على حسن تتبعكم، في أمان نلقاكم في درس مقبل إن شاء الله.